السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله، وروتين يوم جديد. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الفل وصباح النشاط وصباح الطاقة الإيجابية، وربنا يجعل أيامكم كلها سعد وهنا وراحة بال يا رب، اللهم آمين. يلا بينا ندخل على الفيديو النهارده وروتين النهارده، لأن بصراحة قبل ما حضراتكم تكونوا محتاجين إن انتوا تتشجعوا، أنا عايزة أتشجع، عايزة أفوق كده. عارفين من يوم ما طلعت المصيف، اللي هو اليوم يعني صد رد كده، اللي هو اليوم اليتيم الوحيد اللي أنا طلعته، عايزه اقول لكم بقى كميه بقى كسل وهبطان يعني فالله المستعان. فانا عايزه اقوم بقى كده ايه، اشوف اللي ورايا واتنشط كده. تمام. فاول اليوم كده حبيت ان انا انشطكم وانشطني بفنجان القهوه، اعمل كوبايه القهوه بتاعتي كده، اشربها واصحصح وارتب كده، اشوف دنيتي فيها ايه، هعمل ايه النهارده، ايه اللي عايز يتعمل. فالله المستعان، وربنا يا رب يعيننا ويقوينا. خدنا كده يومين راحه، يومين انتخى، خلاص بقى نقوم ونشوف اللي ورانا ونشوف مصلحه بيتنا، علشان مفيش حاجه تتكوم علينا. لان يا اختي لو انت ما عملتيش الحاجه محدش هيعملها غيرك. فنقوم كده بسرعه بسرعه ونفوق لنفسنا، ونقوم ونشوف اللي ورانا علشان نخلص كل حاجة عايزة تتعمل. ودايما نقول الله المستعان، ودايما كده حفزي نفسك، شجعي نفسك، لا انا هقوم، إيه انا خلاص ارتحت يوم، إيه سواء بقى تعبانة او سواء مثلا جاية من مشوار او من سفر او كده، خلاص انا ارتحت وخدت قسط راحة واديت جسمي الراحة. ما استسلمش بقى للراحة والكسل، لان لو استسلمتي الدنيا هتبوظ حرفيا، وهتحتاج منك بدل مجهود يعني مثلا 50%، لا هتحتاجي مجهود 100% على ما انت تقومي وتخلصي اللي وراكي. فدايما كده حفزي نفسك، شجعي نفسك. بتتحفزي مثلا، شوفي انت ايه اللي بيحفزك وبينشطك، فتحي الشقه، فتحي الشبابيك، هوي الدنيا. مثلا شغلي فيديو روتين يكون يشجعك وينشطك كده. شوفي ايه اللي بينشطك ويشجعك. خدي شاور مثلا، وقومي كده اول ما تصحي الصبح، خدي شاور، فوقي نفسك وصحصحي نفسك، واشربي كوبايه القهوه او النسكافيه بتاعتك، وبعدين قومي بقى شوفي اللي وراكي. بحيث ان احنا خلاص ارتحنا يوم اتنين بالكتير، لا نقوم بقى ونشوف اللي ورانا ونشوف مصلحه بيتنا. والله انا كنت مقضياها الكام يوم اللي فاتوا دول اكل اي يعني، احمر بطاطس، اسلق بيض، ونعمل كده سندوتشات وخلاص يعني، فاهمين؟ فالله المستعان. فنقوم كده بقى ونشوف اللي ورانا النهارده هعمل ايه. إيه الله، الشقه نظيفه عندي متروقه، مفيش حاجه يعني بصراحه. فانا كنت حابه النهارده ان انا برضو اقول لكم حاجه. لما مثلا تكوني كسلانه وبقالك كام يوم كده مريحه، وبلاش ان انت تضغطي نفسك اول يوم كده شغل جامد. حاولي ان انت برضو ايه، تشتغلي كده على قدك اول يوم، تعملي غدا، تغسلي مواعين، تشطبي مطبخك، تشوفي انت عايزه تعملي ايه. وبعد كده قومي بقى وانتشري في الشقه وشوفي ايه اللي عايز يتعمل، عشان برضو ما تحسيش ان انت من راحه واستسلام قوي قوي، ليه بقى؟ لمجهود بدني كتير عليكي، فتحس ان انت هتتعبي. النهارده هنعمل الغدا مع بعض. ايه انا نفسي فيه بصراحه بقالي كام يوم، والولاد طلبوه مني، فقلت لهم طب والله خلاص انا هعمله حلو، هو موجود. وكمان انا مش عايزه ادخل المطبخ اقف مده طويله. انا ما انا كلنا هنقف وهنطبخ وهنشوف اللي ورانا، بس اليوم ده انا كنت عايزه اعمل، عارفين اللي هو ايه، سهل وسريع كده، واخلص سريع سريع. النهارده اللهم صل على النبي، هنعمل مع بعض ايه، هنعمل مع بعض كشري مصري الحله الواحده. طبعا ده ومفيش اسهل ولا اسرع ولا ابسط منه، وكله في حله واحده. فالدنيا هتبقى تمام وسهله قوي قوي، ومش هتاخد معانا وقت خالص. وكمان كان عندي، عارفين اللي هو ايه، بفنش كده وبخلص في المكرونات اللي عندي. فانا قلت حلو، المكرونات اللي عندي ما يعملوش يعني مثلا ايه، ما يعملوش مرة مكرونة حمراء، ما يعملوش مرة مكرونة نجريسكو مثلا. فقلت الم بقى الحبات دول، حبة سباكيتي على حبة قلم على حبة اللي هي القوقعة على حبة هلالية. لميت كده كل المكرونات اللي عندي وعملنا بيهم غدوة ما شاء الله اللهم بارك. بصوا هتلاقوني كلهم اصلا، انا حالا همسك علب المكرونات دي وهغسلها، هتلاقوني هم بفضيهم. هم دول غدانا النهارده، بواقي المكرونات وشويه المكرونات اللي هم اللي باقيين دول. فمشوا معانا الغدا وخلوا الحمد لله الاكله كانت زي الفل. قشرت البصل وقطعته كده شرايح، ورشيته عليه حوالي معلقتين دقيق. كتير قالوا لي يا بسمة لما تيجي تعملي الكشري المصري جربيه اعمليه بالزيت بتاع تحمير البصل. فانا النهارده قلت هجرب الطريقه دي. وبرده في حاجه كمان اضافه، برضو حد كتب لي في التعليقات قالوا لي ضيفيها وجربيها هتعجبك جدا جدا، فبرضو هجربها. واحنا كلنا بنستفاد من بعض، زي ما حضراتكم بتستفادوا مني وبتتنشطوا مني، انا كمان بستفاد من حضراتكم وبتنشط بيكم. والله يعني بصوا بالنسبه لينا بس الاول هنكمل هنا الاكل. انا كنت غسلت الكشري البتاع ده، اللهم صل على النبي، العدس بجبه.
ده كنت نقيته وكنت نقعته حوالي نص ساعه. انا ما بسلقهوش، بكتفي بس ان انا بنقعه وخلاص. هنا قشرت البصل وحطيته يتحمر، وخدت منه حوالي كبشة زيت كده وضفتها. في الاول حمرت المكرونة شوية، وبعدين نزلت عليها بالعدس وحمرتهم شوية. والاضافة بقى اللي حضراتكم قلتولي عليها، حطي يا بسمة شوية عدس اصفر مع الرز، هيزود القيمة الغذائية وكمان هيدي طعم حلو جدا للكشري. وانا عملت كده وفعلا حسيت ان هو فيه طعم، يعني اضافة، لان طبعا العدس الاصفر بيكون له طعم، فدي اضافة يعني حضراتكم قلتولي عليها، ربنا يبارك لكم. موجود تمام، مش موجود مش شرط، يعني مش هو من الحاجة الأساسية. انا اللي خلاني برضو ضفته المرة دي ان هما كانوا اخر شوية، يعني هم عارفين ان هما كانوا حوالي معلقتين كده من معلقتين الاكل اللي احنا بناكلهم، فضفتهم وقلت ايه علشان خاطر يعني افضي العلبة بتاعتهم وكمان احطهم على الكشري، ومش هيخسر، هيدي طعم حلو وجميل. اهم حاجة ان انتي ما تكتريش المية في الكشري الحلة الواحدة، لان هو مش عقد الرز، خلوا بالكم من النقطه دي عشان ما يعجنش، لان في ناس بيقولوا لي يا بس ما بيعجن معانا. هو شوفوا نسبه الرز اللي فيه قد ايه، بسيطه جدا جدا، يعني بالمقارنه بالمكرونه وكده. فانت لما تيجي تضيفي الميه زي ما حضراتكم شايفين، اقل من عقد الرز اللي انت بتحطيه، او اقل من الميه يعني بتاعه الرز اللي انت بتحطيها للرز. تمام. علشان يطلع معاكي مفلفل، ما يطلعش معجن. والله انا بحس ان هو طعمه احلى، كل واخد من طعم بعضه، يعني المكرونه واخده من طعم العدس والرز واخد من طعم العدس، فتحسوا كده ان هو في بقك طعمه جميل جدا، احلى من اللي هو ال 200 حله والدوخه بتاعت غسيل المواعين والبوتاجاز، تحس ان هو مزنوق ومزحوم كده، يعني فاهمين؟ فجربوه هيعجبكم جدا جدا. كده انا طلعت البصل وخلاص، طفيت على الزيت وكنت نقلت الحله. وبعدين جه ابني قال لي يا ماما انا عايز عيش زي اللي هو بقى ايه في المطعم، اللي هو بقى متحمر جنب الكشري. فقلت له حاضر تمام. رجعت تاني ولعته وايه وحمرت له رغيفين عيش يعني كده، قصقصته وحمرته، وفعلا طعمه جميل قوي جنب الكشري. هعمل هنا بقى الدقه بتاعه الكشري. عباره انا بعمل الدقه والصلصه في حله واحده، بما اننا هنعمل اللي هو ايه، احنا عايزين نقلل في المواعين ونقلل في الحلل، مش هنعمل بقى الدقه في حله والصلصه في حله، لا انا بعمل كله مع بعضه. حطيت هنا 3 فصوص توم، ما نكترش برضو في التوم، 3 فصوص توم، ونزلت عليهم بعد ما اصفر شويه بمعلقتين 3 خل، ونزلت عليهم بقى بالتوابل والصلصه بتاعتي وخلاص. حابه تزودي نص كوبايه ميه تمام. على بقى ما الاكل بتاعي يستوي والصلصه بتاعتي تخلص، وكنت ولعت في الوقت ده على العيش ان انا بحمره، هشوف بقى الرخامه عندي عشان كانت عايزه تتنضف وتتروق. وطبعا بما اننا كنا في دمياط، فلازم نجيب مشبك وحلويات شرقي من هناك. ما شاء الله ما شاء الله، هم طبعا اساس الحلو، حلوه باهلها وحلوه بناسها، وبصوا كل حاجه عندكم حلوه ما شاء الله، اللهم بارك. وانتم ناس محترمين جدا جدا، ربنا يا رب يسعدكم ويكبر بخاطركم. وقد ايه قد ايه انا ما كنتش اعرف ان في ناس كتير قوي قوي كده بتحبيني. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. يعني كمية التعليقات، ويا بسمة كنت تعرفينا، كنا نشوفك وكنا نستناكي بجد بجد، يعني قد ايه انتوا فرحتوني بكلامكم دون. ربنا يا رب يكبر بخواطركم ويرضيكم ويسعدكم كده يا رب، ويفرحكم بأولادكم وبحبايبكم يا رب كده، ونتجمع دايما ونشوف بعض كده في الخير والفرح دايما يا رب. ما تحرمش منكم، كلكم كلكم ذوق وكلكم على راسي، ربنا يسعدكم يا رب ويكبر بخواطركم، وانتوا اهل الكرم والمحبة، ربنا يسعدكم يا رب ويكبر بخواطركم ان شاء الله، باذن الله تتعوض يعني ان شاء الله ان شاء الله. فلازم بقى نجيب حلويات شرقي كده، والمشبك ده انا بعشقه، انا بحب المشبك جدا 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 بصراحة. فما شاء الله الحلويات بتاعتكم يعني زي العسل. فالمهم هنا بقى قلت اروق الرخامه وافضيها من اي حاجه بقى عليها، علشان خاطر ايه، على ما الاكل بتاعي يستوي. لان اليومين اللي فاتوا دول كنت بص اللي هو ايه، بدخل المطبخ كده تخطيف تخطيف، الرخامه مثلا عليها حاجات بقى مش راجعه في مكانها، عايزه ترجع في مكانها. إيه، الرخامه لو اتثابت بس يومين 3، علشان عندي دايما انا بكون فاتحه الشباك بتاع المطبخ، فلو بس يومين 3 ما تلمعوش، تحسوا كده ان الرخامه متربه على بسيط. وطبعا انا ما بحبش الحاجات دي خالص، انا بحب الدنيا دايما تكون قدامي بتلمع ونضيفه. فقلت لا، على ما الاكل بقى يستوي
اشوف الدنيا فيها ايه واخلص كل حاجه كده عايزه تتعمل، والمع الرخامه وارجع تاني كل حاجه في مكانها، بحيث ان يبقى كده بعد الغدا يا دوبك على غسيل المواعين، لان الحوض شكله يخض يعني عارفين. فالناس بقى اللي عايزه القهوه، عملنا القهوه مع بعض اهو، وحبايبي اللي عايزين غسيل المواعين حالا حالا هنغسل وايدينا هتبوش وهنبلبط وهننبسط اخر انبساط. فربنا يا رب يعيننا جميعا، ودي حياتنا اللي يعني بصي نحمد ربنا عليها، ما تزهقيش. بيجيلنا لحظة كسل، بيجيلنا لحظة زهق، بس والله والله نعمة. قعدك في بيتك نعمة كبيرة جدا جدا. روتينك اليومي العادي جدا، تقومي تشغلي الغسالة، تدخلي تدعكي الحمام، عندك شوية غسيل هاتيهم طبقيهم، تفكري هتعملي غدا ايه، اهون واحلى كتير 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 مليون مرة من لا قدر الله لا قدر الله ناس تانية بتفكر ان هم يروحوا لدكتور، ناس تانية بيروحوا المستشفيات، ناس تانية بيجروا على مثلا لا قدر الله ورق وعمليات وحاجات زي كده. ما نبصش او ما نقارنش نفسنا. ودايما يقولوا لي يا بسمة الرضا اللي عندك وكده، بصوا، او انا نفسي اوصل لدرجة الرضا اللي عندك. بصوا حبايب قلبي، ما هو انت لو حضرتك بصيتي للدنيا زي ما بيقولوا كده مليانة بلاوي، مليانة ابتلاءات، ومليانة صعوبات، ومليانة حاجات لا قدر الله لا قدر الله، يعني بعد الشر بعد الشر لو جاتلك او جاتلي احنا ما نتحملهاش. فمن لطف ربنا وكرم ربنا علينا، وان هو الحمد لله يا رب الحمد لله يعني رؤوف ولطيف بينا، مش هقول بيحبنا، لان طبعا اللي عندهم برضو ابتلاءات ده بيبقى اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، واكيد درجتهم في الجنة اعلى مننا عشان نكون متفقين. اللي عندهم مثلا ابن او بنت تعبانة وبيجروا عليها على مستشفى على دكتور، يعني مشغولين بيها وبيلفوا بيها، اكيد دول درجتهم عند ربنا سبحانه وتعالى اعلى مننا. احنا الحمد لله يا رب احنا في نعم كبيرة جدا جدا. فازاي ما نشكرش ربنا عليها، ما نحمدش ربنا عليها. ما تبصيش لنفسك كده وتقولي اللهم لك الحمد ولك الشكر، انا في احسن حال وفي افضل نعمة. يعني بصوا اشكري ربنا على كل حال انت فيه. الحمد لله ان انت يوم قمت عملتي كده شويه كشري وكلتي وانبسطتي، الحمد لله انت وولادك. يوم تاني بيتقضى باي حاجه. يوم انا بقول لحضراتكم اليوم اللي قبلها والله انا كنت عامله محمره بطاطس وسلقه بيض، بس ما عملتش اي، بصوا ما فيش اي حاجه تانية. ويوم وعدى خسينا، لا يا ريت نخس خسينا، لا ما خسيناش، الحمد لله والشكر لله، فضل ونعمة، بس لقينا حاجة ان احنا ناكلها. ويوم تاني بقى هنقوم بقى ونبدع بقى ونعمل بقى اصناف والاكل اللي احنا نفسنا فيه. تمام. فدايما نحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل على العيشه اللي احنا عايشينها، نحمد ربنا. في حاجه مش عندك موجوده، بس بصي بقى للي غيرك، للي ما عندهوش، مش تبصي للي عنده، طب ما غيري عنده، طب ما فلان عنده، يا ستي دي ارزاق، وربنا سبحانه وتعالى بيكون موزعها ومقسمها على كل حد فينا بالتساوي. والله العظيم اللي عنده ده ممكن يكون، او اللي عندها دي ممكن تكون عندها حاجة انت شايفاها ان هي نعمة كبيرة، بس في جزء في حياتها او حاجة في حياتها مخفية انت ما تعرفيهاش، او مستخبية انت ما تعرفيهاش هي ايه. تكون هي تتمنى ان النعمة اللي انت شايفاها نعمة عندها ان هي تزول، بس تكون في الجهة التانية بالها يرتاح او حاجة يعني ترتاح. فالله المستعان، واللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك وفضلك وكرمك علينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى هنا انا غرفت الاكل وزي ما حضرتك، وحمرت العيش عشان حبيبي كان عايز، ابني كان عايز يعني عيش متحمر وكده، وغرفت صلصه بزياده، والف هنا وشفا، وده كده كان غدانا النهارده. فالحمد لله يا رب والشكر لله، فضل ونعمه، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها يا رب من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنيجي بقى نغسل الكوبايات. بقى الكوبايات دي بصوا اعمل ايه كتير اللي بيعمل كوبايه شاي او اللي بيعمل كوبايه قهوه بقول له سيبها في الحوض. ما بحبش ان الكوبايه تتشطف بميه وتتحط كده في الرشاقه، لا بحب ان انا اغسلها بالاسبونشه كويس. والاسبونشه بتاعه غسيل المواعين ما كنتش لاقياها، لان بقالي يوم او يومين ما كنتش غسلت مواعين للمصداقيه، ف ما كنتش لاقياها، بعدين لقيتها مستخبيه كده في الاخر. فالمهم طلعت سبونشه جديده وهغسل بقى المواعين علشان انه اتغدينا الحمد لله والشكر لله. نغسل بقى المواعين ونشطب اللي ورانا ونخلص كل حاجه ورانا. هتكلم مع حضراتكم في الفيديو دون عن المصيف وظروف المصيف وازاي وايه والمميزات والعيوب بصراحه بكل مصداقيه.
انا اول مره في حياتي اطلع مصيف يوم واحد. انا يعني وكان برضو اول مره في حياتي كنت اطلع مصيف لما كنا طلعنا من حوالي سنتين لجمصة. كنا قعدنا 3 ايام او 4 ايام مش متذكره قوي. انه الافضل بصراحه هو انا رحت المره اللي فاتت جمصة، والمره دي رحت دمياط الجديده. البحر هو البحر، نفس البحر والميه وجمال الميه والراحه النفسيه اللي انت بتكوني حاسه فيها وانت قاعده، بصراحه حاسه بيها وانت قاعده على الشط وكده. إيه مميزات ان انت بتروحي تقعدي 3 4 ايام او اسبوع او يومين حتى، على حسب طبعا الماديات وهكذا. انا المره دي رحنا يوم واحد، عارفين اللي هو ايه، بقالنا مثلا سنتين ما كناش طلعنا، والولاد نفسهم ان هم يطلعوا مصيف بصراحة، ويا بابا عايزين نطلع، يا ماما عايزين نطلع، وزن وكده. وهم برضو زيهم زي زمايلهم، زيهم زي الناس كلها. فكل واحد بقى على حسب ظروفه وعلى حسب امكانياته. فاحنا قلنا يوم واحد صد رد كده، اللي هو ايه، منها ان هم هيكونوا يطلعوا الطاقة اللي جواهم، الباور اللي جواهم، يعني زيهم زي، يعني يعيشوا سنهم ويعيشوا حياتهم، فاهمين؟ فقلنا يوم واحد هيبقى مش مكلف بالنسبه لنا، لان طبعا ما فيش ايجار شقه، ما فيش مصاريف في الايام اللي انت مقضياها. انا بكون محضره كل حاجه هنا بالنسبه لليوم الواحد، كنت واخداها معايا. فما فيش بقى مصاريف اكل ولا الحاجات من دي خالص. يا دوبك حاجات بسيطه اللي هي من على الشط، مثلا حلويات بيطلبوها من الخلول، مش عارف ايه، حاجات ايس كريم، حاجات بسيطه كده من على الشط وخلاص، اللي هم كانوا عايزينه كنا بنجيبه لهم. فالمهم، فعشان كده السنه دي طلعنا اليوم الواحد، الظروف طبعا وهكذا، فالحمد لله على كل حال. قبل كده اما كنا طلعنا الاربع ايام اللي كنا طلعناهم كانوا افضل كتير كتير كتير، وما تعبناش احنا كلنا يعني بلا استثناء. وشنا محروق، مرهقين جدا جدا. انا وشي وايديا اتحرقت زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد الشر يعني عننا عن الحرق، بس بشرتنا وجلدي اتأثر بالشمس قوي قوي قوي، لان انا اصلا ما كنتش حاطه صن بلوك. ما كنتش اعرف ان، يعني لان لما كنت رحت قبل كده ما كنتش واخده معايا صن بلوك، وما كنتش اسمريت زي المره دي، ولا وشي جراله اللي جراله ولا ايديا. لان ما كنا بننزل الشط لما كنا ال3 ايام او ال4 ايام اللي كنا قاعدينهم دول، كنا مثلا الولاد وانا وجوزي كنا بننزل الشط حوالي الساعه 8 الصبح. على الساعه 11 بنكون راجعين شقتنا اللي احنا كنا مأجرينها، بنقعد ونرتاح ونتغدى، وبعدين بعد العصر بنرجع تاني ننزل الشط، واخر اليوم كنا بنتمشى ونلف في البلد اللي هي في جمصة. فانا كنت حابه قوي 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 النظام ده. الشمس ما اثرتش فينا، ما غمقتناش قوي بالدرجه اللي احنا فيها المره دي، احنا كاننا بقينا يعني غامقين، يعني عارفين. وده طبيعي طبعا. انا اسمريت من صهد الجو. انا كنت قاعده تحت الشمسيه، انا ولا ايديا ولا رجليا ولا وشي الشمس شافتهم، بس مجرد بس صهد الشمس وحراره الشمس هي اللي عملت وشي وايديا بالشكل ده. فالمهم افضل ان هو اللي نقعد مثلا يومين 3، بحيث ان احنا بنرتاح من السفر. ولان احنا مسافة، احنا ما بيننا وما بين دمياط او جمصة 2.5 ساعة 3، يعني مسافة طويلة. بالنسبة بقى للتكلفة، اليوم الواحد طبعا اقل، اليوم الواحد اقل كتير كتير. احنا بالنسبة لنا انت بتاخدي حاجتك، انت اللي بتتحكمي في مصاريفك هتكون هناك ايه. لو انت اخدتي فطارك، اخدتي غداكي، خلاص كده الدنيا هتبقى تمام قوي قوي. حاجات بسيطة مثلا، يعني مش عايزه اقول رقم برضو، طبعا كل واحده فينا بتصرف على حسب ما هي يعني حابه. ممكن ما حدش يجيب حاجه خالص من على الشط، يعني عادي كل واحد على حسب امكانياته. وممكن لا، انت مثلا لما اولادك بيطلبوا حاجه بتجيبي، فطبعا ده بيرجع ليكي انت، يعني على حسب ظروفك. المصاريف بقى، المواصلات طبعا بتختلف من حسب المسافه، حسب المسافه اللي هي مثلا من بلدك للمكان اللي انت طالعاه، بيكون اصلا محددهم، يعني اللي هو اللي ايه، اللي صاحب الرحله او اللي هيطلع الرحله محدد هياخد قد ايه، علشان خاطر بيبقى حاسب التكلفه وبتاعه المشوار، فاهمين قصدي؟ فاليوم الواحد حلوه مش وحشه.
للي حابب ان هو تغيير جو، وفي المقابل بقى ان احنا مثلا تغيير جو صد رد، المهم ان احنا ننبسط ونغير جو يوم، نتحمل بقى اللي بعد كده، وكله بيعدي. بس اهم حاجه ان احنا انبسطنا، الولاد انبسطوا، رجعوا مبسوطين الحمد لله والشكر لله. والسنه دي ممكن نكررها تاني ان شاء الله، ربنا ييسر باذن الله باذن الله، يعني ان شاء الله. نفسي قوي 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 اطلع راس البر بصراحه، نفسي قوي فاشوفها، لان بلد جديده، وانا حابه ان انا اتعرف على البلاد، اشوف، عارفين اللي هو ايه، نشوف الدنيا، نشوف الاماكن اللي احنا ما نعرفهاش. انا ما يعني بقول لحضراتكم، انا كانت اول مره في حياتي ان انا كنت اطلع. لا، انا كنت رحت قبل كده اسكندريه بصراحه، مش اول مره في حياتي، كنت طلعت اسكندريه برضو كذا يوم. بس كان خالد ابني كان لسه صغير، كان حتى عمر كان لسه ما جاش. ف وبعد كده بقى ما كناش بنعرف نروح نصيف، فطلعت بقى جمصة. فانا حابه ان انا ابقى راسمه كده ذكريات لاولادي، مثلا رحنا جمصة، رحنا دمياط الجديده، ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب ويقدر الخير ان شاء الله باذن الله. نروح مثلا راس البر، عارفين على قدنا. هنقول بقى، ما في ناس بيروحوا مثلا مطروح، في ناس بيروحوا الساحل الشمالي، لا يعني كل حد، بصوا كل حد على، يعني كل حد على حسب امكانياته وعلى حسب ظروفه. والله معاكي امكانيات تطلعي مطروح تمام، معاكي امكانيات تطلعي رحله مثلا شرم الشيخ او الغردقه او الرحلات دي تمام. انا بفرح، انا كبسمه والله العظيم ثلاثة، انا بفرح على قد ما انا اتمرمطت اليوم. وعايزه اقول لكم انا بتعب جدا جدا من السفر، وكنت واخده حبوب عشان الترجيع ومش عارف ايه وكده. بس انا راجعه مبسوطه الحمد لله والشكر لله، ومبسوطه جدا 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 كمان. غيرت جو يعني بصوا، ممكن في يوم من الايام او مع السنين ان انا ممكن نطلع شرم الشيخ، ممكن نطلع الغردقه. بس عادي، جت ما جاتش خلاص، مش هحس بقى ان انا ناقصني حاجه، لا. انا مش، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا انا مش ناقصني اي حاجه خالص. انا الحمد لله مبسوطه جدا جدا بكده، مبسوطه قوي ان انا برسم ذكريات، انا وجوزي بنرسم ذكريات لاولادنا، ان احنا رحنا جمصة، رحنا دمياط الجديدة، ان شاء الله باذن الله ربنا يقدر وييسر ويقدم اللي فيه الخير. نطلع راس البر، نروح اسكندرية، حلوة، يعني الحمد لله يا رب، الحياة حلوة طول ما انت بتخافي ربنا وان انت بتعملي حاجة. يعني ربنا عالم بالنيات، بالنوايا، ان انا نيتي ان انا اسعد ولادي، افرحهم على قد ظروفي وعلى حسب امكانياتنا وعلى قد بيتي، ومش فيها اي حاجه خالص. لو الظروف، انا قبل كده الظروف ما كانتش بتسمح ان احنا نروح ولا حتى يوم واحد، عادي جدا ما كنتش ببقى زعلانه. لما الظروف سمحت، على حسب بقى ما بتسمح، تسمح بيوم واحد تمام، تسمح باسبوع، بس اسبوع هيبقى كتير ان انا اسيب بيتي اسبوع، او رحله تانية يعني مده اطول، تمام، ما فيش فيها اي مشاكل خالص، على حسب الظروف ما تسمح. والحمد لله يا رب والشكر لله، فضل ونعمه. ربنا يا رب يوسع ارزاقنا جميعا ويرزقنا البركه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فتكلفه الرحله انت اللي بتحدديها، من المسافة طبعا، دي يعني احنا مثلا 100 جنيه، كان الفرد ب100 جنيه علشان خاطر المواصلات وهكذا. ومن هناك على يعني عايزة اقول لحضراتكم حاجة، على الشط انتي بس ما بتدفعيش غير حق مثلا هتأجري شماسي، لو واخده معاكي كراسي يبقى خلاص، يعني حضرتك هتأجري شمسية علشان الشمس. لو انتي واخده كراسي، كنا بصراحة عندي هنا كانوا جيراني ربنا يبارك لهم يا رب، كانوا واخدين كراسي، فاحنا ما أجرناش كراسي، تمام. فقعدنا انبسطنا، هو كل الحكايه الشمسيه هي اللي اتأجرت وخلاص، حتى كمان الشمسيه كانت من فلوس الرحله يعني، لان كان في ما شاء الله كان في فلوس بزياده، فأجرنا الشمسيه، مش انا اللي دفعاها من جيبي، ده من الفلوس اللي احنا كنا دافعينها الاول. وعلى بصوا عارفين اللي هو ايه، لمينا الدنيا، بس انبسطنا، الولاد انبسطوا وقضوا وقت حلو، والحمد لله يا رب والشكر لله. فربنا يا رب يوسع ارزاقنا جميعا، ويبقى كده ان شاء الله يا رب من احسن لاحسن. المره دي رحنا كده، المره الجايه مثلا مكان مختلف، زي ما بقول لحضراتكم، انا حابه ان انا اروح او نروح واعرف ولادي على اماكن مختلفه، يكونوا عندهم كده، ده احنا رحنا جمصة، رحنا مش عارف في راس البر، رحنا اسكندريه، يبقى في ذكريات كده احنا بنرسمها لاولادنا، وربنا يا رب يهديهم ويصلح حالهم يا رب، ويوسع ارزاقنا ويرزقنا البركه يا رب، اللهم امين. ودايما برضو يعني واحنا بنتكلم مع اولادنا وكده، نقول لهم احنا احسن من غيرنا، في غيرنا مثلا ما بيروحش،
فاحنا رحنا مثلا السنه دي يوم ان شاء الله باذن الله على حسب الظروف، ربنا ييسر الامور ويوسع ارزاقنا جميعا، يبقى مثلا مده اطول. فاهمين قصدي؟ فدايما ان احنا نتكلم كده مع اولادنا ونفهمهم الدنيا عامله ازاي، وان احنا في نعمه كبيره جدا 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 والله العظيم. نعمه امن وامان دي في حد ذاتها نعمه كبيره قوي. ان احنا يعني الحمد لله الحمد لله احنا بناكل احسن اكل وعايشين احسن عيشه. اللهم لك الحمد ولك الشكر. فدايما نحمد ربنا سبحانه وتعالى، ومن حمد زاده. سبب الزياده وسبب الرضا وسبب القناعه هو الحمد. طول ما انت بتحمدي ربنا على كل حال، على السراء وعلى الضراء، وان انت في كل وقت في كل اذان بتستغفري، وفي كل وقت بتستغفري ربنا وبتسبحي، ودايما مفوضه امرك لربنا وموكله ربنا سبحانه وتعالى في كل امور حياتك، هو اللي يدبر لك حياتك. ودايما ندعو قول اللهم اني وكلتك امري فكن لي خير وكيل، ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير يا رب. يا رب كلمي ربنا كده، انه سميع قريب مجيب الدعاء، يستجيب دعواتنا جميعا يا رب. واهم حاجه اهم حاجه زي ما بقول لحضراتكم في اول الفيديو، ان ربنا يكفينا شر المرض. ان الحمد لله ان احنا بصحتنا، الحمد لله على القليل احسن ما يبقى فيه كتير وفيه مرض او فيه لا قدر الله انشغال بال. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، احنا في نعمه كبيره جدا جدا جدا. بصوا بقى حضراتكم طبعا شفتم انا عملت ايه. غسلت المواعين، وبما ان بقى النهارده كان يوم كشري وتحمير تحمير بصل والعيش والكلام من ده، وانا بقالي كذا يوم ما كنتش غسلت البوتاجاز، فقلت كده لما اجيب الشبك والعيون معايا، وكمان خدت اللي هي اللهم صل على النبي السيراميك اللي هو جنب البوتاجاز. ده برضو ما يتنسيش علشان دايما بواخي الاكل بقى والبخار، حتى لو يعني بصي مره كل اسبوع كده، لانك لو غبت عليه عارفه هتحطي ايدك كده عليه هتحسي ان هو بيلزق. مفيش دهون باينه او مفيش نقط دهون ولا حاجه، بس ايدك هتلاقيها بتلزق. فدايما بقى كل اسبوع كده او كل 10 ايام تروحي جايبه السيراميك ده، تروحي غسلاه مع البوتاجاز، هتلاقي دايما المطبخ بتاعك ما شاء الله فله كده وزي العسل. بالذات الحيطه اللي هي ورا البوتاجاز وجنب البوتاجاز دول اكتر حاجه تتغسل. ومره بقى كل شهر تروحي ماسكه سيراميك المطبخ وتغسليه كويس جدا جدا. صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على ما غسلت الشبك بقى والعيون والكلام من ده، كانت المواعين الى حد ما كانت اتصفت، فقلت ارص بقى كل حاجه عندي تاني في المطبقيه، علشان خاطر اما اجي خارجه من المطبخ كده ملقاش جبل وتل المواعين اللي انا كنت غسلاها لسه موجود. فمسكت بقى الاطباق ورصيتهم. بالنسبه للمطبقيه دي كان في تعليق جالي يا بسمه المطبقيه دي شكلها مش حلو وكنت تعملي المطبقيه التانية. بص يا حبيبه قلبي، انا حابه المطبقيه دي على فكره اكتر من المطبقيه التانية اللي هي بتيجي مع المطبخ، وانا اللي طالبه من الراجل ان هو يعمل لي المطبقيه دي. يعني كل واحده فينا بتعمل في مطبخها اللي يريحها واللي يبسطها، ويعني انا حابه دي بصراحه عن المطبقيه التانية وكده. وكده كده عندي تحت المطبقيه يعني الوحده اللي هي بتاعه البتاع ده، الوحده بتاعه الاطباق والكوبايات مفتوحه من تحت، فلو في اي نقطه ميه بقى او حاجه بتنزل على الرخامه اللي تحتها. علب بقى البتاع دي البقوليات والمكرونات والحاجات دي كانت لسه طبعا مبلوله شويه، بس كانت الفوطه اللي تحتهم كانت غرقانه ميه، فرحت شايلاها وحطيتها يعني هعصرها وكده نشفها، وفرشت فوطه كده ناشفه وهسيبهم بقى ينشفوا تماما علشان خاطر اكون متاكده ان هم ناشفين كويس. يا اما بقى لو انت مستعجله عليهم يبقى بفوطه ناشفه وتنشفي العلب بتاعتك دي وتخليها برضو مفتوحه علشان الحاجه ما تبصش فيها. كده العلب ما شاء الله اللهم بارك تلاقيها بقى دايما نظيفه مش مبصمه. خلاص خلصتي الحاجه اللي فيها فاغسليها كده على طول. كنا بقى خلاص يعني المغرب قرب يأذن، فخرجت كده اروي الزرع، لان بصوا الزرع ده مش عطش، يعني الحالة اللي الزرع فيه مش عطش، الحالة دي من الحر والجو الحر. فانا بحب اروي الزرع بتاعي قبل المغرب، ممكن بعد المغرب في الوقت ده، او ممكن بالليل خالص. يعني بالنهار لا تماما، يعني بلاش اوعي تروي الزرع بتاعك في عز الحر، حتى لو الشمس مش جاية على الزرع. بلاش فترة الحر دي خالص، بتحرق الجذور وهتحرق الورق معاكي، والزرع بتاعك ممكن ان هو يموت يبوظ. فيا اما تروي بالليل، انا بفضل اصلا بالليل قبل ما انام كده بروي الزرع بتاعي. بس قلت ايه النهارده ارويه، لان اليوم اللي قبلها ما كنتش راوياه، فقلت ارويه بحيث ان هو ايه يصحصح كده على بالليل ويبقى ايه فاق يعني وكده. هروي برضو اللي بره على السلم عندي، علشان كده اكون ايه راويه زرع كله، بحب ارويه يعني في نفس التوقيت وفي نفس اليوم.
برويه بس ميه وخلاص زي ما قلت لحضراتكم. ممكن مره كل شهر قشر بطاطس بكون من الشفاه بطحنه وبروح رشه على وش التربه. ميه غسيل الرز برضو مره مثلا كل اسبوعين 3. ميه سلق البيض برضو كلها كالسيوم. قشر البيض برضو كالسيوم ومفيد للزرع. فالحاجات دي بتخلي ورق الزرع دايما اخضر ويدي انتاج حلو. فالله المستعان. بصوا الزرع ما شاء الله اللهم بارك الورقه بتاعته خضراء. وكنت اطفى الصبح الفل اللي كان فتح، انما المقفوله دي على بالليل هلاقيها فتحت يعني وما شاء الله بقت جميله. والريحان برضو هيرعرع حالا والورق ده بتاعه هيصحصح. وكده اكون خلاص خلصت كل حاجه. الفله دي على بالليل ان شاء الله هتكون فاتحه. وكل الفل اللي كنت انا مريه لحضراتكم من كام يوم كده في الفيديو برضو كله ما شاء الله اللهم بارك فتح وقطفته. فما شاء الله اللهم بارك طاقه ايجابيه وحاجه كده. اسعدي نفسك باي حاجه بسيطه تقدري ان انت يعني تفرحي نفسك بيها. ده كده الفيديو بتاعي معاكم النهارده، وده كده الروتيني. ربي حبيب قلبي الفيديو يكون عجبكم وتقومي كده بقى وتبطلي كسل زي حالاتي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه واتنشطتوا. بحبكم جدا في الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. هتوحشوني جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.